بسم الله الرحمن الرحيم. من بالقاس وحفل تكريم الاستاذ ماهر بركات مدير التربيه والتعليم. النهارده اللواء فايق الزكي طبعا مجلس الشعب ومعروف جاي النهارده، بتقول ايه له وحضرتك دايما سباق في اي حاجه بتحضر لبالقاس؟ انا جيت النهارده علشان المحترم الاستاذ ماهر بركات مدير المدرسه التعليميه سابقا، راجل محترم وراجل خلوق قدر يعني من العلم، وعمره ما حد طلب منه حاجه كانت مسبوقه او قانونيه او يمين كان بيخلصها، وكان بيلاقي والعاملين وكان بيعمل توازن ما بين كل الحاجات وبعضها. ان شاء الله واحلى حاجه في الدنيا الانسان يطلع المعاش بتاعه يوصل لسن التقاعد وماشي بصحته وعافيته ويقدر بعد كده يمارس حياته بعد سن المعاش. كلمه من عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشعب الابن بالقاس وابن المعصره ودايما سباق بيحضر حفلات تكريمات الناس، بيحضر في كل حاجه. تقول ايه النهارده وحضرتك في وسط التربيه والتعليم، والتربيه والتعليم مدرسه ومعانا حضرتك استاذ علي الشحات، استاذ علي الشحات مدير سابق التعليم، مدير سابق التعليم. تقول النهارده وانت مع اللواء فايق الزكي ايه؟ سعيد جدا اللي شفته النهارده، سعيد جدا اللي شفته. يعني هتحط له صوته؟ يعني اسلك صدري لما لقيته داخل يعني هتحط له صوته؟ هتحط صوتك له؟ هحط صوته له. شوف الواتس بتاعي صوته بقى هو اختيار الاول، حتى لو ما ترشحش برضه صوتي هديهوله بجد اولا في المقام الاول، وبعدين هو عارف كده لانه اخ وزميل وصديق وكل حاجه، كل حاجه حلوه. هو فعلا نموذج رائع، والناس انا بركب العربيه وبركب في اي مكان الناس بتحبه لاخلاقه العاليه، وبتحبه كمان ان هو بيشارك الناس في. احلى ما فيه بقى كمان انه راجل عنده ادب جم، ادب جم، خلوق مهذب، ما بينفعلش، صوته ما بيعلاش، خدوم الصغير قبل الكبير، يعني خدوم للفقير قبل الغني. يعني حضرتك انت مع مسبق قوي في العمل العام. يعني انا وقفت معايا النهارده سعيدت النهارده لما شفته، لان بقصد دلوقتي في عمل عام مش عندنا، مش في محافظته، في كفر الشيخ والله في الجرايد، ولسه هكلمه في الوقت. يعني حضرتك تبع الجرايده؟ لا انا تابعه بالقاس. طب يعني بس في واحد صاحبي كلمني في عمل جمعيه عندهم ارض تبع الاصلاح الزراعي وعايز بها موافقه يتعمل فيها جمعيه اصلاح زراعي، جمعيه زراعيه، وعنده الارض فعايز بس موافقات. فانا بقى جاي دلوقتي بقول له انا عايزك. طب بس هو مختص بموافقات بالقاس؟ ايوه عادي، لكن له باع برضه، يعني انت قصدك هيخدم عند زمايله.